السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا كاملين في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بطبوط على شكل ديال الباكيط بحشوه اللي بنينه. نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على جميع التفاصيل. غنبدا معكم ان شاء الله في المقادير والطريقه في نفس الوقت باش ما يكونش الفيديو طويل. نبداو بسم الله. هنايا عندي 6 الكيسان ديال الفينو كيف ما شفتوا معايا. ما كنحتاجوش الدقيق الابيض في هذه الوصفه هذه. غادي نحتاجوا ليه شويه د الملحه كتبقى حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الخميره، والخميره كتبقى حسب الجو. عندنا هنايا 2 معالق ديال زيت الزيتون، تقدروا تعوضوهم بالزيت النباتيه، ومعلقه كبيره ديال العسل تقدروا تعوضوها بالسكر. كيف ما شفتوا كنديروا جميع العناصر في مره واحده، وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء دافي. كنبقاو نزيدوا شويه في الماء شويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين. هاد البطبوط هذا راه كيجي زوين، تيجي على شكل ساندويتشات، تقدروا تعطيوهم للوليدات حتى كيديوهم للمدرسه، كيجي زوين بزاف. كيف ما شفتوا حنا جمعنا دابا العجين، كيف ما شفتوا راه ما كنحتاجوا لا ندلكوها لا والو. كيجي هاد العجينه هذه كتجي خفيفه وكتجي رطبه وكتجي زوينه. نتمنى تجربوا هذه الطريقه. غادي نجمعها انا بهذا الشكل هذا ونخليوها ترتاح، وندوز ان شاء الله باش نحضر معكم الحشوه. نبدا معاكم في الحشوه ان شاء الله. كنحتاجوا هنايا عندنا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، عندي هنايا البصله والفلفله اللي مقطعين هكا مربعات صغيره، عندنا خيزو محكوك، شويه د الربيع، عندنا هنا قطع ديال صدر الدجاج اختياريين تقدروا تعوضوهم بالكفته اولا بالطونه. بالنسبه للتوابل عندي الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، سكينجبير، الخرطوم، التحميره والثومه غبره، والتوابل ديال الدجاج هذه اختياريه. نبداو ان شاء الله في الطريقه. عندنا هنايا صدر الدجاج كنشحروه مع الزيت، كنزيدوا عليه البصله كيف ما شفتوا الصوره واضحه امامكم، كنضيفوا الفلفله، كنخليو الكل يتشحر. من بعد ما تشحر لينا الدجاج كيف ما شفتوا غادي نضيفوا ليه دابا الجزر محكوك والقزبر معدنوس والتوابل اللي ذكرت معكم في الاول. غادي نخلطوا دابا العناصر ديالنا مزيان ونخليو هاد الحشوه هذه كتشحر مزيان. هاد الحشوه هذه راه كتجي بنينه وسهله في نفس الوقت. بغيت نقول لكم هذا واحد الملاحظه بالنسبه للحشوه، انا زدت فيها شويه د الفرماج غابي، اللي بغا يديرو اللي ما بغاش يستغنى عليه. هنايا ها هي العجين ديالنا خمرات كيف ما كتشوفوا. غادي نشكلوها دابا ان شاء الله كويرات، نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتو، وغادي نقرصوا كل وحده على شكل ميني باكيت. نتمنى يكون الفيديو واضح امامكم. كيف ما شفتوا انا شكلتهم دابا هكا كويرات. ها الفيديو واضح. انا شكلتهم دابا كويرات كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى يكون الفيديو واضح. من بعد ما شكلنا العجين ديالنا كويرات كيف ما شفتوا انا خرجت ليا كميه لا باس بها. غادي نبداو دابا ان شاء الله نبسطوا في العجين ديالنا على شكل ميني باكيت باستعانه بشويه ديال الفينو. هاد الطيبيطات هادو راه كيجيو زوينين، ينفعوكم هكا للكوتي ولا الفطور ديال الصباح، كيجيو زوينين. غادي نعمرو دابا ان شاء الله بالحشوه، خاصها تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجين. وغادي نسدو عليها كيف ما الشكل واضح في الفيديو. غادي نديروهم دابا ان شاء الله كيطيبوا. رشينا شويه المقله بالزيت، والمقله سخونه بطبيعه الحال. النار تكون متوسطه باش ما يتحرقوش ليكم. غادي نستمر انا بنفس الكيفيه كنعمر جميع هاد الوحدات اللي عندي نطيبهم، ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي.
رجعت معاكم في الشكل النهائي ديال الباكيت ديال اليوم، على البطبوط على شكل باكيت. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، راه عطاني كميه كثيره. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا. غادي نحل معاكم دابا واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، راه كيجي خفيف وكيجي زوين، والحشوه كتجي معلكه وكتجي بنينه. نتمنى تجربوه وتنال اعجابكم، راه غينفعكم هكا في المعده ديالكم. وما تنساونيش من الاشتراك في القناه، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. وما تنساونيش ايضا من الدعوات ديالكم ليا بالشفاء. الله يشافيني ويشافي كل من هو مريض يا ربي. نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.